كل محبي الغناء الشرقي الأصيل إنه الصوت الأصيل، أبو أصيل أبو بكر سالم. لك شكري لك شكري أنت قد أنسيتني قسوة الدهر وظلم القدر، إنما رفقا 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 بقلب شاعر يتلاشى 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 عند قرع الوتر. نبتدي مع بعض. أحب أعرف خيالك. إمتى كانت البداية؟ وإمتى؟ وفين؟ لا تسأل عن حال أرباب الهوى يا ابن ودي، ما لهذا الحال شرحه، لأن فعلا كانت بداية لها شرح وبيان طويل عريض وأيام سلفت وسنين وذكريات جمة. نسمعها مع بعض؟ في أواخر 56 تقريبا ميلادي، وكانت بدايتي آنذاك من إذاعة عدن، وباكورة إنتاجي كانت أغنية اللي هي أقبلت تبشي رويدا ودنت تنجز وعدا وأتت بعد فراق زادني شوقا ووجدا. الله. ومن هذا القبيل بدأت في هموم المعاناة الفنية إذا صح التعبير، وهموم الحياة الجميلة وبداية الستينات الجميلة اللي ازدهرت فعلا بأول من الفنانين والأدباء والمتلقين والناقدين الذين إذا صح التعبير يسمحوا الأعوج. فكان دائما الفنان مراقب أدبيا، مراقب في كل شيء ينتجه. كان عصر ذهبي، وكان عصر ذهبي وخلاصة جميلة وفعلا فن لفن كان. نعم. طب دي كانت البداية. طيب أكيد كانت في نقطة تحول بقى بعد البداية القوية اللي اتكلمنا عليها. نقطة التحول بداية الالتزام طبعا، لأنه لما يجد الواحد فنان أنه نجح لا بأس به وكسب ذخيرة طيبة من السمع الطيبين من جمهوره، فتبدأ الحاجة الالتزامية ويبدأ عامل التطوير وعامل العطاء الجيد والمتقن حتى يستمر في نهج المسيرة يعني. فطبعا انتقلت أنا ذاك عام 59 إلى بيروت بعد 4 سنين من البداية. بعد 4 سنين من البداية. وانتقلت إلى بيروت وحملت على عبئي تطوير الأغنية الحضرمية آنذاك. أغنية ثرية وجميلة وتمتاز بمواصفات كثيرة، سواء الناحية الجملة الموسيقية اللي فيها الرنانة أو الناحية الإيقاعية الخفيفة الجميلة، ولكنها كانت تعيش في غمور فني كثير، وتعتمد على ظهورها على آلة واحدة وهي آلة العود والإيقاعات مع الثراء الثروة الهائلة الفنية اللي فيها يعني. فحاولت يعني بشجاعة نوعا ما تستطيع تقول ان اطور في الاغنية واعملها اغنية شاملة تعزف على اوركسترا كبيرة
ويدخل فيها الكمنجات الجماعية، ويدخل فيها القانون والأورج الأورج ما فيش كان هذيك الأيام طبعا، الكورديون والناي. فالحمد لله لقيت وحظيت بقبول طيب. طب وش معنى اخترت بيروت؟ بيروت كانت مزدهرة آنذاك وأقرب لنا منطقة يعني، وكانت مزدهرة بالنفس الفني كثير يعني، حتى انت لا تخلينا ندخل في متاهات كثيرة، لأن هذيك الأيام أنا أذكر حتى الفيلم المصري إنتاجه كان بقوة في بيروت، ويعتمدوا على اللهجة المصرية طبعا، وبعض الممثلين الفطاحل والمعروفين المصريين، وكان الإنتاج أسهل. له عواقب كثيرة أنا لا أستطيع أقول فيها الآن لأنها الناس تعرفها يعني. حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشقة كلام. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشقة كلف. ايش اوقعني في اشبهاتك وانا عيني تشوف، لا تعذبني والا سرت وتركت المكللك اذا فيك معروف. ايش اوقعني في اشباكك وانا عيني تشوف، لا تعذبني والا سرت وتركت المكللك اذا فيك معروف. قابلتنا خلف بعد العصر والحاسد خلف، والهوى يجري حوالينا يلف الموج واجهتنا خلف بعد العصر والحاسد خلف، والهوى يجري حوالينا يلف الموج لف. والجبل من فوقنا يشهد وتشهدني الكهوف، لا تعذبني والا والجبل من فوقنا يشهد وتشهدني الكهوف، لا تعذبني والا سرت وتركت المكللك اذا فيك معروف. كل واحد مننا ماسك من السكة طرف، لا هدف لي فيك يظهر لي ولا لك شي هدف. كل واحد مننا ماسك من السكة طرف، لا هدف لي فيك يظهر لي ولا لك شي هدف.
وانتهى المشوار كله ما تلامسنا الكتب، لا تعذبني ولا سرت وتركت المكللة إذا ما فيك معروف. وانتهى المشوار كله ما تلامسنا الكتب، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكللة لك إذا ما فيك معروف. تحفة صاغها الرحمن من أحلى التحف، وانت في الدنيا قضية ما تحملها ملف. انت تحفة صاغها الرحمن من أحلى التحف، وانت في الدنيا قضية ما تحملها ملف. انت أغلى اسم في قلبي ثلاثي الحروف، لا تعذبني وإلا صرت وتركت المكللة. انت أغلى اسم في قلبي رباعي الحروف، لا تعذبني وإلا صرت وتركت المكللة إذا فيك معروف. حبك استولى على قلبي وحملني كلف، حب أحرمني منامي مغمضت للعين دم. حبك استولى على قلبي وحملني كلف، حب أحرمني منامي مغمضت للعين دم. حب مهما لك وصفته عنه يعجزني الوصوف، لا تعذبني وإلا صرت وتركت المكللة. وحب مهما لك وصفت عنه يعجزني الوصوف، لا تعذبني وإلا صرت وتركت المكللة إذا ما فيك معروف. نيجي لنقطة تانية دلوقتي أحب أتكلم معاك فيها، يعني لو كده بسرد سريع كده على الساحة الفنية نلاقي إن فيروز ليها ابن اللي هو زياد الرحباني، بيلحن وبيغني. الموجي له ابن بيوزع وله ابن تاني بيلحن. أبو أصيل في رأيك إن الفن بيورث؟ وهي الطبيعة السائدة الموجودة إنه البيت، وفي أمثال كثيرة يقول هذا ابن الوز عوام مثلا أو حاجة زي كده. ففي كثير، ايوه، بس في كثير من الفنانين بحكم التربيه وبحكم ما دائما يختلط مع ابوه او مع البيت الفني اللي يعيش فيه، ويكون دائما له قسمه ونصيب في الاختيارات وفي السماع اكثر من غيره. فقد تكون عنده هذه الموهبه وتنمى معه، بس على شرط تكون عنده موهبه خلاقه فيه. وقد تكون الموهبه هذه يعني موروثه، ليه لا يعني. طيب أنا دلوقتي بسؤالي ده عايزة أجي أتكلم على أصيل. يعني دلوقتي أصيل ابنك له ميل حقيقي للفن. هو أصيل بدأ شوية الأيام دي
الناس يسمعوا عنه هو عنده موهبة الحمد لله. وعنده موهبة، ولو تسربت له بعض أغاني خاصة يغنيها مع أصحابه وشلته وكذا. على صعيد الجزيرة عندنا هناك والخليج يعني كثير ما يسألونا أصيل صوته حلو ويعزف حلو وما أدري إيه، بس أنا يعني أتمنى وطبعا رجائي وهو قبل هذا الرضا مني ومشكورا إنه يكمل دراسته. أولا هو الآن في أمريكا بيدرس ويتخصص في الدراسة اللي هو اختارها، وبرضه قريبة للناحية الفنية، هو يدرس إعلام. بالضبط. طب كويس. من جامعتكم يعني. طيب. إضافة إلى هذا حتى لو اختار الطريق هذا وطريق أبوه يعني الشوكي إذا صح التعبير، اليوم تغيرت الملامح وتغيرت الصور وتغير إيقاع الحياة كلها. لابد أن يدرس، ولا بد انه ياتي هنا ويعمل له دراسه شامله عن الموسيقى وعن الدرايه الموسيقيه، لانه اليوم اصبحت علم مستقل وعلم معروف نداوله دائما في مصر، في لبنان، في السعوديه، في الكويت، في كل مكان اصبح بالعلم. باين في كلامك ابتسامتك لي في ضحكتك باصرار يا دلي علامات المحبة وفاء واسرارها اسرار يا دلي علامات المحبة وفاء واسرارها اسرار باين في كلامك ابتسامتك لي بضحكتك باصرار يا دلي علامة المحبة وفاء واسرارها اسرار يا دلي علامات المحبة وفاء واسرارها اسرار. ما حل في مقامك وسط قلبي أبد لا عمر أو عمار هيضني غرامك من قديم الزمن يا قمر الأقمار. ما حل في مقامك وسط قلبي أبد لا عمر أو عمار هيضني غرامك من قديم الزمن يا قمر الأقمار. باين في كلامك بابتسامتك لي بضحكتك بفران علامك المحبة وفاء واسرارها اسرار المحبة وفاء واسرارها اسرار. أصبح له بالنار حد غرك ولامك قال لك إن سلك صار له مصار. ما ظنيه يامك ذاك اللي بعرفه أصبح له بالنار حد غرك ولامك قال لك إن سلك صار له مصار. باين في كلامك ابتسامتك لي بضحكتك اسرار يا خلي على
الدار نفس الدار ولسانك حصانك صف بابك ولا تتلقى في الاخبار ما تهنا منامك ليه يا صاحبي والدار نفس الدار ولسانك حصانك صف بابك ولا تتلقى في الاخبار باين في كلامك في ابتسامتك لي في ضحكتك بصراحة يا خلي علامة المحبة وفاء واسرارها اسرار المحبة وفاء واسرارها اسرار ابو اصيل، من المعروف انك فنان مثقف. استغفر الله يا اخي. لا يعني الواحد الواحد يديك حقك الصراحه في اكتر من مجال، زي مثلا في الشعر، في الموسيقى، في الطرب. كنت بتقرا لمين؟ بتسمع مين؟ نحب نعرف كانت اهتماماتك والله شوفي، انا اهتمامي اكثر واكثر كان في الشعر، في الادب. كنت بتحب هذا كان عايد على العائله التي تربيت فيها والمحيط اللي نشأت بينه حواليه كلهم، إضافة أن درست اللغة العربية زمان فترات حوالي 3 سنوات، وكنت أحب الشعر كثير. شعراء عدي من العباسيين ومن ما قبلهم إلين شوقي وإلى آخره، يعني. ما قبله وما بعده. نعم. وكنت أحفظ كثير وارتاح بالادب الشعري كثير. الموسيقى ما عندي دراسه فيها كامله، انما عندي درايه فيها اكثر ما هي دراسه حقيقه يعني. فمن هذا القبيل انا بحب انه كل فنان مؤدي او مغني يجب لما يغني قصيده ما، سواء كان ذلك شعرا فصيح او شعر غنائي ايضا، يحس بجماله ويحس بواقعه ويحس حتى يستطيع انه يترجم هذه المعاني ويوظفها بأدائه، وفي أداء تطريبي وفي أداء تعبيري. وأنا يبدو لي الأداء التعبيري عندما يمتزج معنى الكلام عند الفنان ويحفظه بكوامنه ويعبر عنه، فيأتي الأداء التعبيري أكثر ما هو التطريب. يا صاحب العينين ما ترحم القلب من حبك ولا مرض. طيب لو طلبت منك معادلة علشان يبقى عندنا فنان ناجح، في رأيك تفتكر ايه؟ الفنان الناجح طبعا هو يجب أن يكون متكامل الحس وفي كل شيء، وصادق العطاء، ويشعر ويفهم ما يقوله، سواء كان ذلك شعرا أو موسيقى. والفنان، أنا بتكلم عن الفنان الغنائي الآن يعني، طبعا محصورا على المغني يعني، ويكون ملتزم وصادق مع نفسه وينظر للفن ولا ينظر إلى، ولو أنه في الأيام هذه الكم ومقتضيات الحياة أصبحت مهمة للفنان، لا يلبس حلو وما أدري إيه وما عقب يعني دائما على عيون البشر، ولكن يجب أن يجعل نصب عينه أولا فنه وعطاؤه، محبة جمهوره وتقدير جمهوره له. هذه أنا بعتبرها من المقومات المهمة الذي لازم يمتاز بها الفنان. أبو بكر سالم والمحضار اسمين ارتبطوا مع بعض فترة طويلة وقدموا لنا أغاني كتيرة وناجحة جدا الحمد لله. نحب من أبو بكر سالم إنه يسلط الضوء أكتر على شخصية المحضار وعلى التجربة اللي كانت في فترة معينة في حياتك بشكل عام. الو ضيعت الكلام. انا ما نسيت معاه عهد الهواء، عهد الصدى. سره وصف قلبي مخبى. درست الهواء انا وياه من الف باء. لا كل ما
انت صاحب ولا بتاع؟ حنهن بس انت حنهن بو. يقول انني فضلت غيره عليه وغيره معي يطلع كمان. انا منظور في الناس الا اليه وقلبي معه وحياة عينيه. وإن شك أو كثر الظنونه فما زال هو سيد المظالم. وإن شك أو كثر الظنونه فما زال هو سيد المظالم. قول انني فضلت غيره عليه وغيره معي يطلع كما ايه. انا ما نظر في الناس الا اليه وقلبي معه وحياة عينيه. وان شك او كثرت ظنونه فما زال هو سيد المظالم. وإن شك أو كثرت ظنونه فما زال هو سيد المظالم. والله تجربة طويلة عريضة حقيقة، يعني من زمن بعيد، وأنا كثير تكلمت عن حياتي مع حسين المحبار وارتباطي معه. والله لا نستحق هذه الاهتمامية الكبيرة، لأن الجمهور الكريم في الكويت وفي كل مكان يعرفوا المحبار ويعرفوا أبو بكر، والحمد لله عملنا قدر المستطاع. فحسين يمتاز بعطائه وشعره السلس ومرادفاته الجميلة في الشعر الغنائي الدارج، و يعني معروف محبوب، وأنا غنيته الكثير من بدأت ارتباطي مع المحبار في بداية تطوير الأغنية الحضرمية عام 59 في بيروت زي ما قلت لك. فكان هناك حسين المحبار جدد معايا في تطوير في نوعية الأغنية وأسلوب الأغنية الحضرمية، من ناحية شعرها ومن ناحية قوافيها ومن ناحية الصيغة اللي فيها المعنية، لأنها كانت تمتاز. طبعا الشعر الدارج هذيك الأيام زي الشعر النبطي، زي الشعر يمتاز بالمدح والمديح وعيونك وخشمك والسيف وخنجر وعنتر وما أدري مين. لكن أصبح اليوم في وصف للأغنية ولها مضمون ولها قصة، بحيث أنه يخرج السامع منها ويمتاز يعني بنتيجة طيبة. فحسين المحبار أول من شارك معي في نوعية الأغنية الحضرمية بهذا النمط. بمناسبة التجارب، كانت ليك تجربة وحيدة وناجحة مع الملحن الكويتي المعروف الأستاذ يوسف المهنا من خلال أغنية مجروح. يا ترى ما كررتوش التجربة دي تاني مع بعض ليه؟ مجروح واللي جرحني غالي. والله كانت بداية محاولة بيني وبين الأستاذ يوسف، والأغنية الحقيقة تراثية خفيفة شيقة جدا، وأنا كنت يعني مدان فعلا على قدر ما حبوا الخليج الحبيب هذا بعض الأغاني اللي غنيتها سواء كانت حضرمية أو يمنية وحبوها بشغف. أنا حبيت الأغنية وحبيتها وقلت أجرب نفسي عن طريق وسائل أصدقائي الطيبين أمثال يوسف المهنا، أخ وصديق وفنان كبير. ولكن حالة الظروف، وأنا يعني أتمنى وأتعشم في يوم من الأيام قريبا جدا أنه حيصير لقاء قريب على هذا المنهاج. لقاء فني، يعني ده سبق للبرنامج ان احنا عرفنا ان في لقاء فني قريب بينك وبين يوسف المهنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يا ساحر عينين ما ترحم القلب من حبك ودام طيب نتكلم شوية عن الذكريات. والذكريات صدى السنين الحاكي. خلاص نفتكر صدى السنين. لو قلت لك أول أغنية سجلتها كانت إيه؟ أنا قلت لك هي باكورة إنتاجي كانت 4 أغاني أو 5 أغاني لا أذكر تماما، إنما هي اللي ظهرت 56. هذه اللي أقبلت تمشي رويدة، يا ورد محلى جمالك، قصيدة كانت لأبو القاسم الشابي، اسكني يا جراح واسكتي يا شجون، مات عهد النواح وزمان الجنون، وأطل الصباح من وراء القرون،
وواحدة اسمها أنا يا قلبي أنا. أعتقد من هذه البواد يعني كانت كلها بدايات طب صغيرة. فاكر الالحان ولا مش فاكر؟ فاكر الألحان نعم. إذا دندني يعني بقى زي كده. أيوة أنت دحين أيوة، حطيتينا في المطاب دحين. بالضبط. على فكرة سبق لي أن عملت حديث للتلفزيون الكويت مع السيدة أمينة الشراح، وهذا كلام قديم نعم. وأنا كنت متوجع، رجلي أولا عطفت في الطريق وكان فيها شوية قبل ما تروح التسجيل؟ وأنا في طريقي أيوة كنت متألم جدا. وثانيا أنا عازف عن العزف، لأن لا أجيد العزف حقيقة ولا أحب العود إلا في مناسبات، ولكن في تلك المقابلة سمعت من بعض الأخوان وبعض الصحافة هناك أنه ليه ما غنى، وأنه المقابلة كانت رتيبة جدا وفيها نوع من الجد يعني. فأنا يقبلون على عذري وعلى عزفي وعلى عودي، فبحاول أعطيهم. ويوميها غنيت وانت رجلك توجعك؟ ما غنيت، أنا بكيت يوميها. والله. فلعل وعسى أنهم يقبلوا يا رب. اي والله. فايش بسمعك مثلا؟ الاغنيه اول واحده من الاربع الاغاني اللي سجلتهم سنه 56. أقبلت تمشي رويدا ودنت تنجز وعدا. أقبلت تمشي رويدا ودنت تنجز وعدا. وأتت بعد فراق، وأتت بعد فراق زادني شوقا ووجدا. زادني شوقا ووجدا. زادني شوقا ووجدا. لو ترى حين تلاقينا، لو ترى حين تلاقينا، وكان الطقس بردا دفئت أجسامنا، واستبدلت بالبوس سعدا. استبدلت بالبوس سعدا. الله يا ابو اخير. شكل هذه الله يا ابو اخير. الله يخليك. طب خلي العود معانا لسه هقول لك. ولا يهمك، انت عملتيها خلاص. طيب لو قلت لك الاغنيه اللي شهرتك جدا ايه تفتكر؟ ايه الاغنيه اللي يعني كانت زي ما بنقول فرقعت؟ انا عكس الموضوع ده. ازاي بقى؟ الاغنيه اللي ما شهرتني هي تبقى في همومي وفي مخيلتي. ليه؟ لانه احيانا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفينه. كل ما اقوله انا الحقيقه اتمنى ان يكون ناجح، وافرح لما اشوف له صدى وقبول من الجمهور الكريم. ولكن في بعض اغاني احبها انا وتمغصنا انها ليه ما اشتهرت، وهذه رضا الناس غاية لا تدرك. نعم معك حق. طب ايه بقى الاغنيه بقى لو قلنا؟ والله كثير، يعني كثير اغاني زي في البدايه كانت يدوم مرت علي 24 ساعه،
شلنا يا ابو جناحين لعند المحب، المحضار ايضا من الاغاني، طاب الهنا، هذه اذكرها في البدايه يعني. وبعدين في القريب مثلا زي ما علينا يا حبيبي، ظبي اليمن، يا الاجواد ذكرتها بتاع الاستاذ يوسف. يعني في اغاني سبحان الله تجد ان فيها لها رضا وقبول في منطقه، ومنطقه تشتهر الاغنيه الثانيه، وهكذا يعني. يا ساحر عينين ما ترحم القلب من حبك غدا مضر. يا ابو جناحين لاعن عند المحب حتى في الشهر ليله، بشكي حالي ويشكي لي حاله، الله يفك ع كل مرصود. كلنا يا ابو جناحين لاعن المحب حتى في الشهر ليلة، بشكي حالي ويشكي لي حالي، الله يفك ع كل مرصود. ما قدر عالبعد سنتين وين مرت سنة مرت علي ثقيلة، حالتي في البعد يا خد حالة، دايم وانا حاير ومشدود. ما قدر عالبعد سنتين وين مرت سنة مرت علي ثقيلة، حالتي في البعد يا خس حالة، دايم وانا حاير ومشدود. كلنا يا ابو جناحين لاعن المحب حتى في الشهر ليلة، بس في حالي ويشكي لي حالي، الله يفك ع كل مرصود. الهوى وينه وانا وين، ما بيني وما بينه مسافة طويلة، كل ما حاولت اقطع حباله حسيت عاد القلب محنون. الهوى وينه وانا وين، ما بيني وما بينه مسافة طويلة، كل ما حاولت اقطع حباله حسيت عاد القلب محنون. كلنا يا ابو جناحين. نص فاشل زائد لحن فاشل زائد مطرب ناجح يساوي ايه؟ تعسف، حرام حرام يعني واحد يبني في يعني زي الجوهرة في مجاري في البلاعة، لا تأخذينا بالكلمة هذه. اي والله. ابو اصيل، انت بتقرا الجرايد اليوميه؟ قليل والله، قليل. طب لو مسكت الجورنال تقرا منين؟ من الصفحه الاولى ولا الاخيره ولا منين بالظبط؟ والله ولم أزل في الصفحة الأولى، زي ما قال نزار قباني 20 عاما يا كتاب الهوى ولم أزل في الصفحة الأولى. ليه أخذ الصفحة الأولى؟ لأن أقرأ العناوين فقط، وأنا من الناس على فكرة اللي يتجنب، ما أكره السياسة وأكره المشاكل، ونحن ما شاء الله في أخبار حلوة الأيام هذه نشوفها يعني. كل من يقرأ عنوان يبغى له حبتين بنادول. هذه حقيقة. طيب بتقرا الصفحه الثانيه ولا ما بتقراهاش؟ لابد تمر علي. نعم تمر علي. إيه. طيب لو نفترضنا ان في خبر كاذب عنك واتنشر في الجورنال ده، هتنفعل وتثور؟ لا ابدا، لانه هتتجاهل وتنسى؟ دي وحده، وبعدين انه هذه تكررت الاشياء هذه. ولا هترفع تليفون وتكلم رئيس التحرير وتصحح الموقف؟ ابدا ابدا، الناس تعرف وبعدين يظهر يصح الصحيح. طيب في رايك ان النقد الفني افادك في حياتك الفنيه؟ كثير، ولا بد من النقد الفني، بس على اساس انه بيكون فيه
نوع من العواطف ولا نوع من الأبدا. النقد مهم للفن وجزء نقد البناء وجزء من مقومات يظهر عليها الفن. أنا أذكر زمان كان في حديث عن أستاذنا الكبير محمد عبد الوهاب في بداية حياته الفنية، فكان جاء عند شوقي يعني أمير الشعراء، نعم، وجاء وقال له كتب تتكلم عني والصحف تتكلم عني، وجاء زعلان عبد الوهاب في بداية حياته، شاب متنرفز ومتضايق وما أدري إيه، فبص فيه كذا وقال له خلاص شيل ايش الصحف هذه؟ قال لي هذه الصحف. قال حطها ارميها في الارض. قال له اطلع عليها. طلع عليها قال له الان رفعتك هذه ولا نزلتك؟ وهذا صحيح، النقد لازم منه والمتابعه للفن لابد منها، وهذا الجمهور، لانه الفنانين الاول قاموا على مين وليش عاشوا في حصيله الكم الجميل هذا والعطاء والكيفيه الجميله؟ لأنهم حواليهم الأدباء والشعراء والصوالين والمراقبين والناقدين، وكانوا ينتقدون في لحن، مش لحن موسيقي، لحن لغوي، يلحن يكسر ينتقد ويرد بقوة. وعشان كده يعني بنيته وأساسه قوي متين. هذا الحقيقة. معك حق. طيب أحب أعرف رد فعلك المباشر والسريع على وقع تلك الكلمات عليك. اوكي. العود نغم موجود في كياني. الليل الله، الليل له مواصفات كثيرة، والليل له مآسي كثيرة، وله أحلام كثيرة، وله وجدان، وله هموم، وله فرحة، ولكن يكفي قول أبي فراس في أغنية أم كلثوم: إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. السفر حب مزعج. الحظ اللون غير متوقع. الشهرة مسؤولية. الغناء أي نوع؟ الغناء المادي ولا الغناء الغناء يذكرني بالطائر الحلاق في السماء اللي ما هو مقيد بحدوديات ولا جواز ولا باسبور ولا وطن ولا أرض. الجمهور. الثروة. يا ساحر عينين ما ترحم القلب من حبك قدام ضرب. ونعرف انطباعك لما تسمع أسماء البلاد دي. الرياض. حضني. بيروت. ذكرياتي. القاهرة. عشاقي. الكويت. أهلي. بين القلوب السليه ليبها حلوة، ردوا على اللي محروم اللي قال محروم، ردوا على اللي محروم اللي قال محروم، ردوا على اللي محروم اللي قال محروم. يا ناسين الحبايب ليه بالقسوة، يا ناس ما تذكروا ليلتنا الحلوة، يا ناسين الحبايب ليه بالقسوة، يا ناس ما تذكروا ليلتنا الحلوة، بين القلوب السلية اللي بها حلوة، ردوا على خل محروم اللي جا محروم، بين القلوب السلية اللي بها حلوة، ردوا على خل محروم اللي جا محروم. وده نهدان وده نهدان وده نهدان.
مظلوم مظلوم من بايق بال الشكوى، من بايق يواسي برد الفعل بالعطوة. مظلوم مظلوم من بايق بال الشكوى، من بايق يواسي برد الفعل بالعطوة. من بايق يعود علينا الأنس والسلوى، يا ويلكم بالعداوة والجفا تكسون. من بايق يعود علينا الأنس والسلوى، يا ويلكم بالعداوة والجفا تكسون. يا ويلكم بالعداوة والجفا ابعد همومك وخل سرك يقع مكنون. حسن ظنونك وكل من غاب له حذران، وابعد همومك وخل سرك يقع مكنون. يا ناس ما تذكروا ليلتنا الحلوة الحلوة، يا ناسين الحبايب ليه بالقسوة. يا ناس ما تذكروا ليلتنا الحلوة. يا ساحر العينين ما ترحم القلب من حبك يا دام ربي. ابو اصيل انت بتسمع الاغنيه الجديده؟ طيب ايه رايك فيها؟ في الكلام اللي بيتقال في الاغاني اليومين دول؟ شوفي، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. ده كان حالك زمان ولا؟ وهذا تحصيل حاصل. انا بشوف انه لما بدأنا احنا نغني في بداية الستينات هذيك الايام، والشباب واللي جدد واللي طور، قالوا ايش الهزالة هذه، وايش السرعة، وايش يعني في كان نكران على الاغنية، بس ما كانت بالاسلوب والاسفاف الموجود في الشعر الموجود اللي فيه هذا. انا بقول لك اولا انه الاغنيه اليوم اصبحت خطيره للمتلقي، معلوماتها قويه وتؤثر، ولها وسائل كثيره تمتاز بها. انا بقولها اكثر من الصحافه تؤثر على السامع. اولا لانه شارعنا العربي، وانا بقول لك بصدق وهذا رايي وقد يوافقنا على الجمهور الكريم، انه شارعنا ليس بذاك الشارع المثقف يقرا الصحيفه كله، يعني تعرف، فيتاثر بالاغنيه اكثر بيتاثر بالصحيفه. يعني نص من الناس اللي بيقروا الصحف اليوميه، لكن الاغنيه معاه في الاذاعه، التلفزيون، في الكاسيت، في الحفله، في الفيديو. اذا وسائل انتشارها ووصولها الى المتلقي اقوى. اذا هي خطيره، معلومه خطيره جدا، ويجب ان تكون تمتاز بكل سلوكياتنا، لانها تحمل السلوكيات.
سواء كان هذا من مقوماتها ككل، من الناحية الشعرية، من الناحية الموسيقية، من الناحية الأدائية. فإذا ما كان هناك جانب من الجوانب هذا هزيل وهزل، زي الإسفاف الشعر الآن والرخيص ما يعالج ولا يواكب التطور الثقافي، أكيد بتكون هناك في نكبة علينا. أما من ناحية سرعة الأغنية، وهذا سرعة العصر، إحنا ليش نلفت النظر ونستوعب النظر دائما على الأغنية الجديدة إنها طيب ليه ما ننشئ الأغنية الكلاسيكية، الأغنية الموروثة ونجددها؟ لأنه مصير الشاب هذا طالما يبدأ في شبابيته بالأغنية السريعة والأغنية الإيقاعية السريعة حيوصل إلى الأغنية المنشودة وهي أغنية التراث والأغنية الموروثة، ونحن ناس نحب التراث، لا التراث، وهذه حقيقة. لكن لا مانع من هناك تكون في أغنية سريعة تتواكب مع العصر نفسه، لكن لازم تكون هناك يعني مغربلة من ناحية فنها ومن ناحية شعرها ومن ناحية ما تكون يا حبيبي شفتك والله تمنيت ان اشوفك، طيب شفتك وخلاص. لكن ما فيش هناك موضوع في الأغنية، ما فيش الحكمة فقدر الحكمة نفسها يعني. لا مانع من الأغنية الحديثة أبدا، بس لازم تواكب انطباعاتنا وأخلاقنا وعاداتنا وبيئتنا، وخاصة في الخليج العربي الذي يحتفظ دائما بالموروث، يحتفظ بالنسب ويحتفظ بأهله ويحتفظ بقيمه. فيا حبذا أن تكون الأغنية مواكبة. حمامي شاقني فنة، حمامي شاقني فنة، أنا أضرب كل ما غنى، أنا أضرب كل ما غنى. حمامي شاقني فنة، حمامي شاقني فنة، أنا أضرب كل ما غنى، أنا أضرب كل ما غنى. حمامي شاقني فنة وأنا أضرب كل ما غنى، حمامي شاقني فنة، حمامي شاقني فنة. أنا أضرب كل ما غنى. حمامي شاقني فنة، أنا أطرب كل ما غنى، أنا أضرب كل ما غنى. حمامي شاقني فنة، حمامي شاقني فنة، أنا أطرب كل ما غنى، أنا أضرب كل ما غنى. حمامي شاقني فنة أنا أضرب كل ما غنى، حمامي شاقني فنة، حمامي شاقني فنة. أنا أضرب كل ما غنى. أنا أطرب كل ما غنى، أنا أضرب كل ما غنى. حمامي شاقني فنة، حمامي شاقني فنة، أنا أطرب كل ما غنى، أنا أضرب كل ما غنى. حمامي شاقني فنة أنا أضرب كل ما غنى، حمامي شاقني فنة، حمامي شاقني فنة. أنا أضرب كل ما غنى. أنا في مبسم عمري، في نفسنا عمري، أنا جسمي
يطرب كل ما غنى. يا ساحر عينين ما ترحم القلب من حبك غدا مضر. أحب أعرف أبو بكر سالم متفائل بطبعه ولا متشائم؟ والله التفاؤل، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. هذا الأستاذ مصطفى حمام أنا كنت معجب به كثير، أستاذ شاعر من مصر وتوفى في الكويت أيضا على ما أذكر في عام 63 64. فله قصيدة اسمها علمتني الحياة، من مضمونها هذه الكلمات: ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عدولا. الله. وهذه الحقيقة. أنت راضي يعني، عندك حالة وأنا راضي. قناعة. نعم. طب الحمد لله. طيب لو قلنا لو حبيت تضحك كده، قاعد كده بالليل ونفسك تضحك، مين نجم الكوميديا اللي ممكن تتفرج عليه ويضحكك؟ للأسف الآن ما فيش، ولا واحد. يعني مش في مخيلتي أن أذكر لك فلان فلان، لكن أذكر زمان مين؟ كثير. مثلا نجم كوميديا مثلا زي إسماعيل ياسين، زي الحداد، زي مجموعة لا أذكر أسمائهم يعني، وكانوا موجودين في الساحة ويوظفوا النكتة ويوقتوها في توقيتها، وكانت النكتة تعالج الهموم. والنكتة هي ما هو شرط للضحك، في نكتة للسكوت، في نكتة للإعجاب، في نكتة للإفحام، في نكتة للقهقه، وهكذا. طيب أكيد في حياتك المليئة بالعديد من المواقف وحياة مثيرة، أكيد في موقف كل ما بتفتكره بتضحك بينك وبين نفسك، موقف حصل لك؟ والله كثير. موقفي صعب والقولة خليها على الله. أيوة. مش قادر تفتكر لنا ولا واحد؟ لا والله كثير. موقفي صعب والحكمة قليلة، موقفي صعب والحكمة قليلة، والمشورة وين المشورة وين، والمشورة وين، وين المشورة وين، وين المشورة وين راعيها نجيلها، المشورة وين راعيها نجيلها. يا ساحر عينين ما ترحم القلب من حبك غدا مضر. ألحان أبو بكر سالم على صوت أنغام يساوي إيه؟ لا معنيين، على صوت نغامة والفنانة نغام. الفنانة أنغام. هذه أنا بعتبرها مش دعاية أقتنصها، ولكن هذا بداية تعاون وباكور التعاون بيني وبين الفنانة أنغام في أغنية جديدة لها. وعلى فكرة أنغام أنا من بكيريتي على قولهم أنغام، وعشان كذا أنا حبيت أنغام باسمها ولأنها زي بنتي بشوفها بالضبط. طب بمناسبة بقى بنتك اسمها أنغام، تقولي عندك قد إيه أولاد؟ غير أصيل طبعا، إحنا عارفين أصيل. عندك؟ أقطع لك بالقطع كذا زي الحسابية حقك. معلش. نص درجن.
يا ساحر العينين ما ترحم القلب من حبك غدا مضرم. طيب لو قلت لك كلمة لجمهورك تقول له ايه؟ جمهوري الحقيقة يعني أقول له هذه فضائلكم بدت أسرابا لم أدري أولي أيهن خطابا، لأن أنا مرتاح بجمهوري في كل مكان، من الكويت والخليج وكل مكان، ودائما إن شاء الله أكون عند حسن ظنهم، وأنا فرحان بهم دائما بتتبعهم لي، ويعذرون إذا يعني في عثرات حصلت يعني، وأتمنى دائما أكون معاهم وأسعدهم، وأحاول بكل استطاعتي أن أكون في رضاهم. يا ساحر العينين ما ترحم القلب من حبك غدا مضرم. مرسولة ومكيف قدي حادي يا قامر الفجع مرسولة ومكيف قدي حادي يا قامر الفجع يا ساحر العينين ما ترحم القلب من حبك غدا مضرم. يا ساحر العينين ما ترحم القلب من حبك غدا مضرم. مرصون مقيد قيدي حادي يا قامر الفجع مرصون 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 ومقيد قيدي حادي يا قامر الفجع يا ساحر العينين ما ترحم القلب من حبك غدا مضرم. يا ساحر العينين